اهو جه يا ولاد، هيصوا يا ولاد، اهو جه يا ولاد، زقططوا يا ولاد. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وتعاد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب العالمين. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين حبايبي، رمضان كريم عليكم جميعا يا رب. النهاردة أول يوم في رمضان بقى، بصوا أجواء الرمضانية بقى والبخور والحاجات الجميلة بتاعت رمضان ده بقى. بص اوعى بقى، اوعى. كل سنة وانتم طيبين يا رب ويتعاد علينا الأيام بخير جميعا وما يحرمنا أبدا من بعض، وخلينا دايما كده سند لبعض دايما يا رب، ما يحرمني منكم أبدا أبدا. أحلى أخوات في الدنيا وأحلى عيلة. طبعا النهاردة بقى أول يوم رمضان، قلت أجهز معاكم الغدا. تمام، استعدوا معايا بقى. بدأنا باللحم. الحمد لله كان الأكل تحفة تحفة بجد. أنا بسجل معاكم دلوقتي الفيديو بعد العشاء، أول العشاء بتصلى دلوقتي. تمام. حطيت حلة على البوتاجاز وحطيت فيها شوية زيت، فصان مستكة على فصان حبهان، واديله بقى ايه كده يعني. هنا ولعت على حلة مية برضه عشان اعمل ايه، اسلق كوس مكرونة. انا بحب على فكرة التصنيفات جدا في رمضان، مع ان والله العظيم الاكل كله متاكل. اقسم بالله متعان جوه لسه ببعض اهو، بقول لهم تسحروه وتعشوه المهم تخلصوه. تمام. تمام، بدأت ان انا اشوح اللحم في شوية زيت بقى ومستكة وحبان، بعملها بسمنة بعملها بزيت عادي. بس انا كنت مستعجلة بقى لان كان ورايا تنظيفات كتير في البيت، فما نحطش بقى. فقلت لا، وفي نفس الوقت يعني ايه، ساعات بحبها بالزيت اكتر. تمام. هنا ابدا ان انا اشوحها زي ما انتم شايفين، احط معاها حبايتين طماطم. هنا الطماطم والبصله عاملين ايه، قضيتوا اليوم النهارده ازاي يا جماعه؟ قولي في الكومنتات قضيتوا يومكم ازاي النهارده، عملتوا ايه، رحتوا فين؟ اكيد النهارده مفيش حد معزوم بره بيته، الا الناس اللي هي يعني ايه، اللي متعودين دايما ان هم يفطروا اول يوم عند باباهم ومامتهم. بالذات الرجاله، مش الستات. الرجاله طقوس عندهم ان اول يوم رمضان يقضوا مع الوالده والوالد والاسره الكريمه. ربنا يعود عليكم بخير يا رب جميعا وما يحرمكم من بعض ابدا. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها بخير يا رب العالمين. تمام. طبعا انتم متابعين انا بعمل ايه وانا بتكلم. ماشي، حطينا هنا اللحمه وبعد كده حطينا الطماطم، خدت لون شويه عشان تحمر لون الشوربه كده تخليها لونها حلو. وبعد كده نزلت بالبصل، وبدأت انزل عليها بالتوابل، بهارات لحمه، فلفل اسمر، كزبره، كمون. آه بس وشويه ملح. بحب البهارات تاخد من طعم الشوربه كده، من طعم الميه وهي بتعمل، من طعم الزيت وهو بالشوح كده، بتدي طعم حلو قوي للشوربه. بعد كده جبت شويه رز ابيض. تمام، قلت انقعهم برضو احتياطا، قلت هغسلهم. هنا غسلتهم طبعا وحطيت عليهم البتاع دي. بس المعلقه يا جماعه الغلط ان انا بعد ما حطيتها طلعت المعلقه مطرح الفلفل الاسمر، وانا ما اعرفش هي معلقه الملح. شلت الرز تاني غسلته، دلقت الميه اللي عليه وحطيت له ميه تاني للامانه يعني. تمام. هنا طبعا اللحمه معانا ما شاء الله بتغلى بتستوي خلاص اهي جميله. المكرونه عندنا سلقت برضو، هي كده مستوتش. بعد ما بتستوي كده يا جماعه ببدا اشيل انا الطماطم ده بطلعها، بكون انا اخدت طعم الطماطم بس واللون، وببدا ان انا اطلعها من الشوربه، وما ما بنعمل بيهاش حاجه، ما بحبها. بس انا احب اخد طعمها بس ولونها. تمام. بعد كده بقى طبعا انا صفيت المكرونه اتسلقت. عيالي ربنا يخليهم لي يا رب كانوا قاعدين بيساعدوني بقى، وبصوا فرحانين باجواء رمضان وحاجه رمضان وهيصه بقى. هنا طبعا قلت هعمل صينيه بطاطس، بشوح هنا برضو توم. حطيت فيها فصين توم وقلت اشوحهم. تمام. نزلت عليها بالطماطم. نعمل صينيه بطاطس في الفرن بقى محترمه كده، من غير اللحمه يعني. انا عملت اللحمه لوحدها وعملت البطاطس لوحدها. رمضان طويل وكل مره هنصنف بقى، مش كل مره بقى اللي هاكل حاجه يحس ان هي زي المره اللي قبلها، لا. لازم نصنف كده ونبدع في الاكل. جبت انا مقلايه وحطيت فيها شويه بصل ابيض عشان اعمل عصاج لحم. تمام. طبعا هتقولوا لي ده بنتي ليه عايزه حطيت البصل قبل اللحم؟ هقول له كان اولا حطيت شويه زيت وحطيت في الصينيه مستكه على حبهان وحطيتهم يتشوحوا فيه، ونزلت عليها بالبصل الاول قبل اللحم. هقول لك ليه. البصل الابيض بيبقى يعني ايه جامد شويه في الاكل. تمام، بيبقى جامد شويه. وفي نفس الوقت اما تحط اللحمه واللحمه تنزل العصاره بتاعتها والحاجات دي، البصل مش هياخد اللون. انا عايزه البصل ياخد اللون، عايزه البصل يتكرمل كده وياخد اللون الذهبي الحلو ده. تمام. نزلت عليها بالبصل، طبعا بقعد اغير الحلل اللي بقى ينزل على البوتاجاز، وبصوا عكعك الدنيا بقى، وكل ده بعد الفطار هيتظبط. تمام. عارفين احلى حاجه النهارده يا جماعه؟ ان الكرم ما قطعتش. هنا طبعا فرمت شويه عصير فراوله، فرمت شويه فراوله في الخلاط، ومن مخرطه شويه قطع كده فراوله برضو حمرا مسكره جدا سكر. قمت ضايفاها عليها زي الخشاف كده، بس مش يعني احنا بنحبها كده.
انا بفرم فراولة بموز، وبعد كده بقطع فيها فراولة وبحطها ايه في كوبايات، في كاسات، في اي حاجة. تمام. سهلة ولا ايه رأيكم بقى في رمضان عندنا؟ الاجواء الرمضانية بصراحة جميلة جدا جدا جدا. ربنا يكملها لنا على خير يا رب، اللهم امين. هبدأ هنا انزل بالقطع. طبعا انا ماسكة التليفون مش عارفة. طب هعمل البتاع طبعا مش راضي ينزل. قلت لها لا تعالي بقى، تعالي اديله بقى وحطي. قمت انا بقى جايباها ومقلباها كده وحطيتها وجهزت العصير. قلت اخلص من الحاجات دي حاجة بحاجة. انتوا عارفين ان يوم رمضان يا جماعة بيخلص بسرعة، ما بننهضش نعمل فيه حاجة. فقلت لا انجز وقتي بدري بدري، وبعد كده بقى ايه ابقى اشوف اللي مطلوب مني ايه تاني اكمله. بس الحاجة اللي الواحد بيخلصها الاول بيحس ان هو ارتاح منها تمام، بيشوف غيرها بقى. ربنا يدعي علينا يا رب الايام بخير جميعا. حبايب اخواتي اللي بيدعمونا من مصر ولا من خارج مصر، ربنا يبارك فيكم يا رب. وحبايب اصحاب القنوات ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا. إيه احلى عيله في الدنيا، ربنا يبارك لي فيكم. يا ريت تتابعوا الفيديو للاخر فضلا وليس امرا. إيه واللي داخل جديد في قناتي فضلا يشترك بالقناه بتاعتي عشان اقدر ان انا اوصل وانجح. وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم واقدم لكم كل اللي اقدر عليه. والله يا جماعه انا ما بكروت الفيديو، انا بمشي معاكم من البدايه للنهايه. يعني انا اصلا مش من ان انا لا اقلب، لا مش بعمل كده والله. يعني بحاول ان انا برضو في عارفه ان في بنات كتير ما دخلوش مطبخ قبل كده. بحاول ان انا اجيب لها الطريقه واحده واحده تمشي بيها، تحس ان هي يعني ايه، كأن هي دخلت المطبخ بلا سنين، ميبقاش فيها حاجه صعبه. شايفين البصل هنا احمر ازاي؟ انا كنت عايزه البصل يدبل كده واستوى. عارفين لو البصل الابيض ده بالذات محطوط بعد اللحمه بيغيب قوي وتيجي تاكليه تحس ان هو زي اللي بيقرمش كده. انما لو الاحمر لا، الاحمر ما باخدش سوا كتير، مجرد ما بنزل باللحمه بعدها بنزل بالبصل على طول، مفيش حاجه بسيطه بيكون استوى. طبعا هنا صينيه البطاطس الطماطم خلاص التسبيكه اتعملت. عملت لها انتوا شايفين انا عملت بصله مرته. البصله دي بتحط لها بهارات عادي، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره. بعملها دعكه في بعضها كده او بفركه، وبعد كده بقوم ايه حاطها على البتاع، بتدي اكل بطعم حلو اوي اوي الاكل بجد. طبعا هنا لسه ناقص لنا ايه، ناقص الفلفل والطماطم عشان العصاج يكمل. والبهارات برضو هحطها الاول. زي ما انا قلت لكم البهارات لما بتتحط مع مع طعم الزيت والحاجات الحلوه دي بتدي طعم حلو جميل، وطعم البهارات بيطلع، يعني طعمها بيطلع. تمام. مهم. نزلت في المصيلة في فلفل اسود، كزبره، كمون، بهارات لحم. هم ده اللي انا حطيته والملح. تمام. سهله وبسيطه جدا، مفيش فيها اي حاجه صعبه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قولي لي بقى انتوا طبختوا ايه النهارده؟ كل حبايبي اللي انا عارفاهم يقولوا لي عمل قضوا يومهم ازاي النهارده في رمضان. طبعا صلاه التراويح والاجواء الجميله بتاعتنا دي، ربنا يديمها علينا يا رب دايما. فعلا رمضان عندنا جميل جدا جدا في مصر. بصوا اجواء تحفه 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 بجد. ربنا يدعي علينا بخير يا رب دايما. طبعا هنا العصاج بيستوي زي ما انتم شايفين. صينيه البطاطس دي انا هتاخد غلوه وادخلها الفرن. طبعا هنا نيجي للحلو بقى. تمام. هنعمل الحلو بتاعنا ايه النهارده؟ هنعمل ايه؟ هنعمل كنافه بتاع قطايف. انا عندي كنافه بس انا قلت لا، زهقنا منها. انا بحب القطايف دايما في رمضان، بحس ان لها طعم تاني. طبعا عندي القطايف الكنافه موجوده، بس انا مطلعاها عشان اخد منها شويه بعملهم في الحشو. طبعا الحشوه دي يا جماعه بتبقى جميله جدا جدا في اي حاجه بتعمليها، بالذات في حشو القطايف كنافه. انا بجهزها كده وبحب ان انا دايما اخد منها. تمام. وعلى حسب الكميه اللي انا عاملاها، لو خلصت تمام ما خلصتش بعمل تاني. تمام. حطيت فيها جلاش مفروك، كنافه، فول سوداني مجروش، زبيب، زبيب، جوز الهند، شويه سكر، فانيليا. تمام. ببدا ان انا اجهزها كده واعملها بالطريقه دي، وابدا ان انا احشي بقى ايه القطايف. طبعا كنا جايبين كيلو كنافه كيلو قطايف. تمام مجهزاه.
لسه جايه سخنه والله. وانا بقول لكم ان احنا هنحشي ده في ده. تمام. هنحشي دي الحشوه بتاعتها. شوف ولاد والله ابن الصغير بقول لي هاتيها هاتيها يا ماما عجينتي. تمام. هنا طبعا قطعت قرن فلفل على الصاج وحطيته عليها. شايفين كل ما بتفضل كل ما بتدبل اكتر والبصل بتستوي اكتر واكتر. هو ده اللي انا عايزاه. بعد كده ضفت حبايه طماطم. في ناس بتحط معلقه صلصه عادي، في ناس بتحط صلصه وفي ناس بتحط طماطم. المتاح عندك حطيه كده ماشي وكده ماشي. بس انا يعني ايه ما حطيتش. وساعات بعملها كده وساعات بعملها كده، بس انا بحبها دايما بالطماطم. تمام. ايه رايكم في لونها؟ جميله بجد. هنا المكرونه طبعا الصلصه كانت اتعملت. بدات انا نزلت فيها بالمكرونه كده. شايفين مفلفله ازاي؟ ما شاء الله جميله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انا طبعا انا بعمل الجلاش. عملت صينيه جلاش حلوه. طبعا العصاج جه كتير على الصينيه، شلت منه شويه. عملنا منهم قطايف باللحمه بس كان طعمها تحفه. قطايف بالجبنه باللحمه كان طعمها حلو بجد. تمام. هنا طبعا انا بدات ان انا اسوي اللحمه، وهبدا ان انا احط الطبقات التانية اللي فوق. عملتها كده وقطعتها وحطيت عليها السمنه. بعد كده جبت جبنه شيدر، جبنه شيدر، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، اي جبن ميكس جبن. تمام. اي نوع جبن عندك حلوه حطها عليه بتدي طعم جميل أوي. عايزه تحطها جواها، عايزه تحط براها، عايزه تحط جوا وبره براحتك اللي بتحبيه. بس هي بجد بتدي طعم حلو للاكل. طبعا هنا القطايف بتتحمر. تشرب زيت بطريقه يا جماعه. ده النهارده زيت زيت في في كيلو القطايف بقول لهم ده الاكله والوداع. اوعى حد يقول اعمل لي قطايف. الحلويات كتير، اشمعنى القطايف يعني اللي احنا شابكين فيها. تمام. ده كنت يعني ايه، مش عارفه انا حاطه الفيلو ده ليه، بس انا ما زرتش في المقطع ده. ممكن بقى مش عارفه. لا اله الا الله. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب وعلى الامه العربيه كلها بخير. أعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات. هنا طبعا العصير جهزته معاكم. دي القطايف ما شاء الله اتعملت بقى. بصوا حاجه. طبعا كده جه وقت الفطار، بجهز الفطار على السفرة. كل اللي بيخلص بطلعه بره، بس سبت اللحمة والشوربة بس اللي ايه للاخر عشان ما تبردش. دي صينية البطاطس. شايفين لونها بعد ما طلعت من الفرن؟ ما شاء الله جميلة جدا. الرز، السلطة، دي اللحمة والشوربة اهو سايباها وجبت الاطباق على الغرفة على طول. دي صينية الجلاش. طلعتها برضو ما شاء الله طلع جميلة جدا، جوسي كده وطعمها حلو قوي. السلطة طبعا شيء اساسي. المكرونة ده قطايف باللحمة، مش قطايف مسكرة. المسكرة اللي ورا ده قطايف محشية لحمة بجبنة شيدر وروب، بس طعمها حلو اوي. وهنا الرز. ايه رايكم في فطارنا؟ يا رب يكون يومنا كان خفيف ولطيف على قلوبكم، واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. مع